في قصص بتخلي الواحد يتأمل في حكمة ربنا سبحانه وتعالى وقدرته اللي فوق كل شيء. قصة شاب اسمه عبد الله رأفت اللي فضل 29 يوم كاملين تحت مية ترعة الإسماعيلية. طوال 29 يوم أهله وقلوبهم بتتقطع وهم بيدوروا عليه. لكن في وسط عمليات البحث المستمرة دي حصلت مفاجأة أغرب من الخيال. أثناء البحث عن عبد الله تم العثور على 3 جثث تانية، جثث مجهولة الهوية، ومن بينهم جثة باين عليها آثار جريمة قتل. يا سبحان الله، لو كان جثمان عبد الله ظهر بدري ما كانش حد عرف بالجثث ال3 دول، وكان ممكن حق اللي اتقتل ده يضيع وسط المية. دي حكمة ربنا اللي محدش بيعرفها. تأخير ظهور جثمان عبد الله كان ليه سبب محدش يعرفه غيره سبحانه وتعالى. وفي النهاية وبعد كل المدة دي ظهر جثمان الشاب عبد الله رأفت طافي على وش المية بعد 29 يوم بالتمام والكمال. الغريب إنه ظهر بعد 1 كيلو بس من المكان اللي غرق فيه، بينما فرق البحث كانت بتدور عليه وعثروا على الجثث التانية دي بعد ما كان الغرق بأكتر من 20 كيلو. مشهد يخلي الواحد يتأمل في القدر، وده بيفكرنا بقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. ربنا هو اللي ليه الحكمة كلها، وعقل البشر عاجز عن إدراك حكمته الكاملة. وجايز اللي حصل مع الشاب أحمد حمدي رزق اللي لسه جثمانه متأخر في البحر في حكمة تانية ربنا وحده اللي يعلمها. وزي ما ربنا قال في كتابه: ولا تعلمن نبأه بعد حين. أكيد هيجي الوقت وهنعرف ليه كل حاجة بتحصل. اللهم زي ما أظهرت جثمان عبد الله بعد طول انتظار، نسألك يا رب العالمين أن تعجل بظهور جثمان أحمد حمدي من ظلمات البحر. العبرة من القصة دي إننا لازم نسلم أمرنا لله في كل حاجة. جايز حاجة بتحصل ومتضايقين منها ومش فاهمين ليه، لكن ربنا بيكون مخبي لنا فيها الخير والحكمة. التأخير مش دايما شر، والظاهر مش دايما هو الحقيقة. لازم نثق في حكمة ربنا، وهو أرحم وأعلم بكل شيء.